فاكر ايه هو اول تليفون كان بشاشه منحنيه؟ ممكن لما تفتكر تقول ان هو السامسونج جالاكسي اس 6 ايدج، او لو انت جامد قوي ومذاكر ممكن تقول النوت 4 ايدج من سامسونج. بس الحقيقه ان لا النوت 4 ايدج ولا السامسونج جالاكسي اس 6 ايدج هم اول تليفونات نزلت بشاشه منحنيه بالشكل اللي احنا هنعرضه النهارده. اول تليفون نزل بشاشه منحنيه في التاريخ كان ال جي فليكس، نزل في 2013 وكان منحني بشكل مختلف عن الانحناء اللي انت تعرفه دلوقتي في الشاشه او الشاشه الكيرفد، لانه كان منحني بالطول مش بالعرض. طبعا في 2013 كانت دي حاجه غريبه جدا، اللي هو يعني ليه او انا استفدت ايه من حاجه زي دي ان الشاشه تبقى منحنيه بالطول. فكانت حجه الشركه هنا ان عشان لما تحط التليفون على ودانك وانت بتتكلم يبقى واخد شكل وتدويره وشك. طبعا كانت حجه ضعيفه جدا، والتليفون كان تكنولوجيا جديده فعشان كده كان مبهر، لكن فعليا في التشغيل او وقت ما انت كنت تستعمله ما كانش مبهر نهائي، او كانت الاضافه دي او الفلكسبيليتي اللي فيه دي ما كانش ليها اي فايده فعليه. بس كانت التكنولوجيا وقتها حديثه، لان كمان كانت البطاريه منحنيه وكانت بتتني وتتفرد، وكمان كان الظهر جايب تكنولوجيا ان هو بيقدر يصلح نفسه لو تعرض لخربشه. كانت تكنولوجيا باسم السيلف هيلينج باك. بس للاسف تكنولوجيا جديده يعني اخطاء كتير بتدفع ثمنها الشركه، خصوصا لو ما كانتش التكنولوجيا تستاهل. اللي جي في وقتها كانت سابقه زمانها، بس للاسف فكرتها ما نجحتش وما اتطبقتش تاني ومحدش حاول يطبقها لانها ما كانتش موديل ناجح. بس كانت تكنولوجيا جديده لازم نحترمها. بس ده كان فيديو النهارده سلسله الحنين الماضي، كان معاكم حازم تك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.